ايه الجمدان ده؟ عليا الطلاق اسيادنا راضيين عليك، فلتبدا الحركه. جمع كيف جبل سطع مسجل كيف الاسد في البراري ركوبة حصان النبي فجر البرج وفجر ركوبة الفراري احمد بس جبران جت بالمره ميت ايجيبت جيله طويله للجاري كفشه من والله جامده. انتوا عارفين طبعا ان احنا معودينكم يعني ان احنا مش بتوع ترندات، فاحنا بنطلع كده اخر كل ترند ونطلع منه الدروس المستفيده منه. لو فتحنا كليب بتاع احمد مكي الاخير دوت اللي هو ما شاء الله يعني بقى 7 مليون ونص تقريبا دلوقتي بعد 5 ايام بس من اصداره. الجميل في الموضوع ان هو مطلع الجمال اللي في مصر واللي في صعيد مصر ووراه للعالم العربي كله بدون اساءه لحد، حتى لو المحتوى كوميدي. وتخيلوا بقى هو المخرج بتاع الكليب ده والرابر اللي فيه وبطل المسلسل اللي هو معمول علشانه التتر ده. صندوق مواهب يا مكي، الله اكبر والله. تعالوا نسمع حته كمان والنبي. في دمك الدنيا لسه بسأل على اسم الرجال لسه بستوفي فرابتشينو ممكن تيجي في الحي العصاري رجال على اكبر من العيرات وانسان جباري زمزم ما كان الشكل انا مسكسك شارع انا سفرنا انا شو يا جدعان ايه التصوير ده؟ ايه الاخراج ده؟ ايه الاغنيه دي؟ ايه ده؟ يا جدعان اول واحد يغني راب صعيدي متخيلين؟ والله الله يبارك له، خلى الناس كلها تسال عن اللهجه اللي بيتكلموا بيها ويدوروا على اللهجه الصعيدي ويعرفوا يعني ايه صعيد مصر، حتى لو بشكل كوميدي وفي نفس الوقت بدون اساءه. وده نادرا لما بيحصل انك تعمل حاجه كوميديه من غير ما تسيء لحد. بجد بجد والله الله اكبر عليك يا مكي والله. وربنا لما بيكبر بخاطر حد، والكلام ده لينا كلنا، ربنا لما بيكبر بخاطر حد عانى في حياته والله العظيم بيديله من فضله ويوسع عليه ويحبب فيه خلقه. ده وصل لمرحله ان الناس بتقول ان مكي هو اللي دخل الراب مصر. هي دي معلومه مغلوطه، بس هو علشان يعتبر كاسح الساحه اصلا، وانت تستاهل يا مكي والله. اما بقى الشبشب دوت انا مطلعه معايا هو ونضاره الخرابه للي بينشروا داخل الفاظ في الاغاني ويستقصدوا ده لو اعتبرنا ان هم اللي بيعملوه ده راب. يعني هم لو بيفهموا راب اصلا هيعرفوا ان الراب ده يعني ده حاجه ملهاش علاقه بالاغاني او مش اغاني وبس. الراب دي حاجه بتنطبق على الوسط الاجتماعي اللي انت فيه او اللي انت عايش فيه او البلد اللي انت منتمي لها، فانت بتعبر عنها او بتعترض عليها. الراب اللي بره ممكن يشتموا عادي، دي ثقافتهم هم عايشين عليها كده، فلما بيعترضوا باللي هم برضو اتربوا عليك كده. لما تبقى في الشرق الاوسط وتقول له تعالى يا زميلي انا الجامد انا الفشيخ في جهتك، تعالى اديك بالمطوه تحت وشك مش مبارزه في حجز يا صاحبي، كلها مقطعه وبتعرف تعملهم. فاللي انت بتعمله ده انت بتخرب وبتنخور في دماغ يعني انت اللي بيسمعوكم من 13 سنه 12 سنه تقريبا لحد 25 35 سنه بقى، فاللي فوق دول مش هيفرق معاهم. لكن احنا هنربي ناس تطلع على قفشتك في جهتك اديك واعلم في وشك واحطك على لا عيب يا جماعه، عيب يا شباب. فشغل ترندات التيك توك دوت احب اوصل لك رساله من برنامجي هذا واقول لك لو شفتك دبوس وهفش اطلع لي عموريشه مش هغش احطك على السين وهفشك. شفت بنعرف نقولهم يا صاحبي والله. فبلاش قله ادب، بلاش قله ادب. وطبعا انا مش قصدي على صاحب الفلو ده، انا بتكلم في العموم بس هو اللي حاضر في دماغي دلوقتي يعني. فعيب يا صاحبي وعيب يا اصحابي كلكم يعني، عيب. الراب بيرتبط بثقافة الشعب اللي انت بتغنيه فيه. طالما بتغني باللغة العربية او باللهجة المصرية تحترم الوسط المصري. وما بلغت اللهم فاشهد، ده اللي انا اعرفه وده اللي انا اتعلمته من واحد بيسمع راب من وحضرتك لسه بترضع يعني. سبحان الله لو جيت حسبتها صح هتلاقي اغلب المصريين او الناس اللي بيسمعوا لهجة مصرية بينجذبوا وبيحبوا احمد مكي وشاهين. ناس بيحترموا ثقافة الناس اللي بيغنوا لهم وبيلعبوا معاهم في السكة دي، مش بياخدوهم لسكة بتاعت ثقافة تانية بتاعت شعوب تانية. واخيرا اللي ما شافش الكليب ده يروح يشوفه، اسمه ولعانة، وهي ولعانة فعلا. وانا اول مرة اشوف كليب بصراحة بالتكرار ده كله، مرة كمشاهد عادي طبعا، بعد كده بدأت افليه بقى كمونتير كاخراج كتراك بقى وميوزك وبتاع، وديزي اللي عامل شغل زي الفل، وهدى الصنباطي طبعا اللي معاه اللي بتغني معاه في الكليب يعني. فتراك بصراحه يعني رائع، دي كلمه قليله طبعا. سبحان الله هتتفرج عليه كذا مره وكل مره هيطلع لك حاجه جديده، تكتشف فيه حاجه بين السطور يعني. ركز مره على التصوير، مرة على الكوميديا اللي بتحصل جوه الكليب ده، ركز على الكلام، ركز على البيت او الميوزك يعني الموسيقى، بجد ابهار.